قربانة واحدة هي هتبقى الحمل، ده اللي هي ترمز لمين يا ميرا؟ بابا يسوع. برافو عليكي. ده اللي بيعلموه للعيال، ده يبقى بابا يسوع كده. شيء محزن ومبكي والله، بس احنا بنتعامل معاهم على اساس دماغهم ماشيه كده يعني. بيختارها بناء على ايه بقى؟ انها مثلا يعني ما يكونش في حته مفعوصه داخله لجوه، لكن مدوره كويس خالص. لازم يبقى الاله مدور كده وجميل. انه الخروم او البختشه اللي موجوده تكون واضحه وموجوده 5. الخروم لازم الخرم يبقى واضح، لان الخرم ده الاب طبعا والابن والروح القدس، فلازم تبقى الخروم واضحه. انه مثلا ما تكون مستويه حلو، ما تكونش شايطه. مش معقول المسيح كده، مش معقول المسيح كده، مش معقول المسيح كده. مش معقول المسيح يبقى شايط يعني، ما ينفعش يا جماعه، لازم يبقى جميل كده وحلو. عشان كده بنحاول ندور على قربانه تكون بلا عيب، الخميره بتاعتها مظبوطه، ما يكونش الخميره بتاعتها زايده ولا قليله، يكون الاختيار بتاعها هي افضل ما عندنا، هو ده اللي هنقدمه لك ذبيحه يا رب، وهو ده اللي هيكون المسيح بتاعنا، هو ده اللي هيكون المسيح بتاعنا. وهو ده اللي هيبقى المسيح اللي احنا هناكله هم. كمان من ضمن الحاجات ان القربانه دي ما تتقلبش على وشها، لان السيد المسيح ما اتقلبش على وشه. المسيح ما اتقلبش على وشه، فاحنا ما ينفعش نحط القربانه مقلوبه على وشها. ليه نقلب المسيح؟ نضربه في جنبه عادي، يتضرب على قفاه عادي، يتف في وشه، لكن يتقلب على لا هنهرج. فدي نوع من انواع عدم الكرامه لو اتقلبت على وشها. كمان انه ما يتحطش عليها قربانه تانية، هو فوق الكل. هو فوق الكل، لكن يتضرب ويدوسوا عليه بوشهم وبرجليهم وكل حاجه، ده عادي. ده مفيش قربانه تركب فوق قربانه الحمل. ما ينفعش قربانه تركب فوق. لكن طب معلش يا فندم، هو النص بيقول ان الرب هياتي راكب على سحابه خفيفه وسريعه، فبعض الاباء عندك بيقولوا ان اللي راكب هنا الاب وراكب يسوع، ده كلام القديس جيروم. فهو يعني ما انت ممكن تحط قربانتين وتقول ان ده بيرمز للاب والابن، يعني ده تفاسير الاباء بتقول كده، مش عارف رايك ايه. فدايما قربانه الحمل هتبقى فوق الكل. قربانه الحمل هتبقى فوق الكل. اهلا بيك. ويجوا في الاخر يجي يقول لك انتوا بتقصوا الكلام، بالله عليكم مش كفايه.